اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. ازيكم حبايب قلبي، عاملين ايه؟ النهارده ان شاء الله هنعمل الكب كيك الجميل ده بطريقه سهله جدا وجميله وينفع للمدارس. حلو قوي. تعالوا نشوف المكونات. عندنا هنا 2 بيض، مج الا ربع دقيق منخول حلو قوي، نص كوبايه زيت على سمنه، وهنا دي معلقه كريم شانتيه، دي اختياري مش اجباري، وهنا عندنا نص كوبايه سكر ورشه الملح طبعا، واتنين فانيليا، وتلات ارباع مج لبن، وبيكنج باودر هناخد منه معلقه كبيره ممسوحه. تمام. ومع وذره الخل طبعا، معلقه الخل. كب كيك بقى بطريقه سهله ان شاء الله وجميله، والمدارس داخله علينا، وبكوبايه دقيق هنعمل منه كميه كبيره ان شاء الله باذن الله تعجبكم. اول حاجه هنا جبت الخلاط، هنحط المكونات السائله كلها. حطيت الاتنين بيض عليهم الفانيليا، هنزل عليهم بالسكر، نص كوبايه سكر، وهنزل بنص كوبايه زيت على سمنه، وممكن تستغنوا عن السمنه تحطوا زيت بس زي ما تحبوا. ونزلت عليهم باللبن، نزلت عليهم بمعلقه الكريم شانتيه الخام، وهنا جبت المج الا ربع دقيق نخلته حلو قوي، وهنزل عليه بذرة الملح، واحط المعلقة البيكنج باودر واقلبهم في بعض بالشكل ده كده، وانزل عليهم بالخليط بتاعنا. ممكن لو عايزاه بالشوكولاته تحطي معلقه كاكاو، ممكن تحطي كده شوكولاته شيبس، بتدي طعم حلو قوي برضو. تبقى حاجات مفيده جدا لاولادنا، وتحط في اللانش بوكس، ممكن تحط لهم 2 الصبح مع الساندوتشات. تدي افكار جميله برضو، تنوع برضو للاولاد. تضربيه تقلبيه كويس كده، تضربيه بالمضرب. تأكدي مفيش فيه اي حاجة مكلكعة ولا اي حاجة. بصوا كده. وهنا كده جبت الصينية بتاعتنا، حطيت فيها ورق الكب كيك، ودهنته بمادة دهنية بسيطة. وهنا بقى عشان الكب كيك ما يتعبناش واحنا بحطه، جبت كيس بتاع الحلواني وحطيت فيه الخليط وبنزل فيه في الكب كيك. لو ما عندكيش كيس الحلواني ممكن اكياس تلاجة عادي. وتشغلي طبعا تكوني مشغلة الفرن قبلها، قبل ما تبتدي في اي حاجة تروحي مشغلة الفرن، تخليه على درجة 180 على الرف اللي تحت، ما تشغليش الشواية خالص. ما بياخدش وقت كتير خالص، كبيره 20 دقيقة 25 دقيقة. ما تمنيش الكب كيك قوي عشان هو بيعلى. وبكوباية دقيق واحدة عملنا كمية كبيرة فرحنا بيها الأولاد. وفي حشوات تانية كتير ممكن نعملها بالكب كيك، ممكن نعملها بالعجوة، ممكن نستغنى عن السكر خالص نعملها بالعسل النحل. بصوا ده كده اتبقى معايا شوية خليط، فجبته في صينية عادية خالص عشان لو ما عندكوش الصواني بتاعت الكب كيك دي. وحطيت فيهم الورق، ونزلت عليهم بالخليط برضو اهي، عشان برضو الناس اللي ما عندهاش صواني كب كيك عادي برضو خالص. حطيت في صينيه ألمونيا عاديه خالص. بصوا كوبايه الدقيق عملت كميه كبيره ازاي، ما شاء الله عليها. سلام بقى على الريحه، جميله جدا. وهنا الفرن بتاعنا كنت مشغله طبعا قبلها في بدايه قبل في بدايه المكونات خالص، شغلت الفرن وظبطته، وطلع هنا كده الكب كيك بتاعنا. بصوا ما شاء الله، طريه وجميله، والسوا بتاعها حلو، حاجه مغذيه جدا لاولادنا، مفيده. بصوا كده ما شاء الله عليه.
كوبايه الدقيق. بصوا عملنا كميه ما شاء الله ازاي. ويا رب اكون قدرت افيدكم. متنسوش تعملوا لايك واشتراك في القناه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.